عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم العرض عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم عليه وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن الإسلام هو الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للبشرية أجمع. فها هم الأنبياء من أول نوح عليه السلام إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول القرآن عن نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وها هو نبي الله إبراهيم يدعو ربه بأن يكون مسلما، فيقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. وها هم الحواريون يقولون لعيسى عليه السلام: آمنا بالله
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عنه ربنا في القرآن الكريم: ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان كإنسان، وفضله على كثير من خلقه سبحانه، فقال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. خلق الإنسان كإنسان الله كرمه، خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب ووضع له شريعة تحفظ له حقوقه. ومن هذه الحقوق حق الحياة، أن يعيش الإنسان وهناك من يحفظ له حق أن يعيش، فلا يحق لأحد مهما كان أن يسلب من الإنسان هذا الحق إلا الله سبحانه وتعالى. حق الحياة، أن يسلب حق الإنسان في الحياة، هذه الفرصة الذي أعطاها الله للإنسان لكي يعيش في هذه الحياة، فتكون عنده حرية العقيدة وحرية العبادة، ثم يجازى يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك فإن المولى عز وجل شدد على عقوبة القتل وإزهاق روح الإنسان بغير وجه حق، فجعلها ربنا سبحانه وتعالى بعد الإشراك به، فقال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا الحق، حق الإنسان في الحياة، بين ربنا سبحانه وتعالى أنه من قتل مؤمنا بين عقابه الشديد، فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر إلى هذا الوعيد، إنه وعيد شديد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. انظر ماذا بعد ذلك: وغضب الله عليه، وبعد ذلك ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا لمن؟ لمن يقتل مؤمنا متعمدا. ولذلك نجد الحبيب صلى الله عليه وسلم في آخر لقاء بالبشرية جمعاء وفي حجة الوداع قال، شدد على هذا الأمر، أمر الدماء، فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. دم المسلم حرام كحرمة الكعبة، حرام كحرمة شهر ذي الحجة، حرام كحرمة مكة، كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن حق عظيم، حق الدماء، حق الدماء الذي استهان به المسلمون في هذه الأيام. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم مشددا: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا. إذن القتال كفر، قتال المسلم لأخيه المسلم، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الأمر خطير، أمر الاستهانة بالدماء. ولذلك يقول أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي عنده المجال كبير، عنده الفرصة عظيمة ما لم يصب دما حراما، أي ما لم يقتل إنسانا. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن. تخيل الدنيا بحالها تزول أهون عند الله من أن يقتل إنسان مؤمن بغير وجه حق. وفي الحديث الذي رواه جندب رضي الله عنه وورد في البخاري، رواه البخاري، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع يسمع الله به يوم القيامة، ومن يشاقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما ينتن من الإنسان بعد موته بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا حلالا فليفعل، ومن استطاع منكم ألا يحال بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. يعني هذا الكلام يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع يسمع الله به. التسميع هنا هو التشنيع على الناس والخوض في أعراض الناس وفضايح الناس، تفضح هذا أو هذه أو تتكلم في حق هذا. من سمع يفضحه الله يوم القيامة. ومن يشاقق الله عليه يوم القيامة. والشقاق هنا مختلف فيه، إما أن يكون، ويحتمل المعنيين أيضا، إما أن يكون من إرهاق الغير في العمل، أن تكلف أحدا من الناس يعمل تحت يديك تكلفه ما لا يطيق فقد شققت عليه. وإما الشقاق هو الخلاف والنزاعات بين الناس، من ينزع بين الناس بالعداوة والبغضاء، من يثير المشاكل بين المسلمين، فهذا يشاقق الله عليه أي يرهقه يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل. فالصحابة قالوا: أوصنا يا رسول الله. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بعد موته بطنه. أول شيء بعد الإنسان ما يموت، أول شيء تكون له رائحة خبيثة البطن. فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا حلالا فليفعل، ومن استطاع منكم ألا يحال بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. يعني من استطاع منكم أن يخرج من الدنيا ويده ليست ملطخة بدم أحد حتى لا يحول بين ذلك وبين دخول الجنة، يكون سبب أن تكون يده ملوثة بالدماء، أو مشاركا بكلمة، مشارك بكلمة اقتل أو يساعد بالكلام، فهذا يفعل أنه يخرج من الدنيا ويده نظيفة ليست ملوثة بدم إنسان، أيا كان هذا الإنسان، أيا كان مسلما أو غير مسلم، وكما سنرى إن شاء الله. فهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. حديث رواه البخاري وزاد فيه الإمام مسلم زيادة سنوردها. فقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا القاتل والمقتول في النار. وزاد الإمام مسلم فيما معناه: إذا التقى أو إذا رفع أحدهما السيف على أخيه فهما على شفير جهنم، فإن قتل أحدهما الآخر سقط جميعا. مجرد رفع السلاح اقتربوا من النار، وإذا قتل أحدهما الآخر سقطوا في النار
أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول يوم القيامة وأوداجه تشجب دما. المقتول يأتي يوم القيامة ويمسك بيد القاتل ويقول: وأوداجه أي عروقه تشجب دما، ينزف، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. اسأله قتلني ليه؟ يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. لذلك أمر خطير، هذه أمور الاستهانة بدماء الناس حتى وإن كان غير مسلم. فلا الإسلام الذي يروج له في العالم الآن أنه دين الدماء والقتل والذبح، ها نحن نسمع رسول الله ماذا يتكلم عنه وماذا يتكلم عن حرمة الدماء أيا كانت هذه الدماء. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. تخيل، من أمن رجلا على دمه فقتل، رجل كافر أمنته على دمه، أعطيته الأمان حتى لو في وقت حرب، وأعطيته أمانا على نفسه فقتله، فالرسول بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ويقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن خفر مسلما في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. يعني ذمة المسلمين واحدة، يعني عهود المسلمين واحدة. إذا دولة إسلامية عملت معاهدة بين بلد ما، عهد، فالكل يلتزم، ذمة واحدة كما قال النبي: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أي أقل واحد ملتزم بهذا، أقل إنسان إلى أكبر إنسان في الدولة ملتزم بهذا العهد، يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلما في ذمته، أي من نقض العهد هذا، عهد الصلح أو المهادنة أو أي شيء، من أخفر مسلما في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل له يوم القيامة صرف ولا عدل، لا يقبل له عمل، لأنه كان سببا لم يلتزم بعهده، لأنه هو أقل إنسان. والذمة واحدة الكل يلتزم بها، والله أمر بالوفاء بالعهود، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا، معاهدا هذا بينك وبينه معاهدة أيا كان دينه وملته، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتعرف من مسيرة 40 سنة. انظر في بلادنا كم قتلوا من سائحين ذهبوا إلى هناك، وهناك عهود، وهناك هذه التأشيرة التي يأخذها هو عهد له بالأمان. تأشيرة الدخول إلى بلدك هذا عهد أنه يدخل آمنا أيا كان دينه أيا كانت عبادته، فهذا عهد طالما سمحت له فهو ماله ودمه وعرضه، كل شيء حرام عليك. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتعرف من مسيرة 40 سنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وادعوا الله أن يهبكم من فضله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أول جريمة قتل على وجه الأرض من بني آدم لم يكن الشيطان له فيها دخل، بل كانت النفس وكان الحقد والحسد. ولذلك وصف الحق سبحانه وتعالى هذا المشهد
لكي يكون عبرة. قاتل وقتيل من أسرة واحدة من بني آدم، أبناء آدم عليه السلام. فقال جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين إلى آخر الآيات. الله يصف لك قاتل وقتيل ابني آدم إذ قربا قربانا. الله أمر الاثنين أن يتقرب كل واحد منهما بشيء، فقام الأول فتقرب بأفضل مما عنده، وكان راعي غنم، كان عنده غنم، فجاء إلى أفضل ما عنده وتقرب إلى الله فتقبلها الله. وكان الآخر زارعا فجاء بأسوأ ما عنده من زرع فلم يتقبل منه، فأخذ الحسد في نفسه حتى قال لأقتلنك. فالآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين، ما ذنبي حتى تقتلني؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لن أتقاتل معك أبدا. فقتله فأصبح من الخاسرين. لذلك نجد في آخر الآيات الله يعطينا إشارة فيقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن الدين الإسلامي هذا هو ديننا وهذه شريعتنا، ليست شريعة سفك دماء ولا شريعة إزهاق أرواح، إنما شريعة دفاع وليست هجوم، شريعة عدالة وتسامح وليست شريعة ظلم وبغي. هذا هو الذي ينبغي أن يعرفه كل مسلم، والذي ينبغي أن ينأى كل واحد بنفسه من أن تلوث يده في هذه الغوغاء الموجودة في الدول الإسلامية وهذا الفساد الموجود في الدول الإسلامية والحروب الموجودة في الدول الإسلامية. أن ينجو المسلم فلا يكون له يد ملوثة بدم فيخرج من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحبتي الكرام، قبل أن أختم أقول لحضراتكم في الجمعة الماضية كنت أتكلم حول التبرعات حول هذا المكان. بعض الناس لم يعجبه الكلام وخرج يتحدث، فنقول سامحك الله. والبعض الآخر يعني الجمعة الماضية أصدقكم القول أنها كانت أفضل جمعة في جمع التبرعات، أفضل جمعة، يعني تجاوزنا يعني 500 أو تقريبا وزيادة، وهذا لم يحدث قبل ذلك من التذكير. المسلم لا يحرم نفسه، لا يقول هذا المكان كله. أنا قلت في الجمعة الماضية لما كنت أتكلم، وللعلم لمن لا يعرف، هنا مسجد. بعض الناس يظن أن هذه الصالة فقط هي المسجد. لا يا أخوان، في مسجد مقام 24 ساعة لمن لا يعرف. هنا مصلى جنب هذا المكان على مباشرة تقام فيه الصلوات الخمس، فيه استهلاك كما قلنا كهرباء. لا أقصد استهلاك المكان كله، هذا لا يخصنا، وإن قلت بهذا فأنا ظالم. لا يخصك استهلاك المكان كله، لكن ساهم في المسجد الصغير
الذي فيه كهرباء وفيه مياه وفيه وخذ الأجر يا أخي خذ الأجر. لماذا يكون صاحب هذا المكان يأخذ الأجر وحده؟ طب شارك أنت كن طماعا في الخير. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ الصحابة كانوا يتنافسون في طلب الخير، وكانوا يتصارعون ليسرق الواحد من أخيه عمل الخير الجنة. سيدنا عمر وأبو بكر رضي الله عن الجميع، سيدنا محمد علمهم هذا الأمر. فكان سيدنا عمر يقول: ما طرقت بابا إلى الخير إلا وجدت أبا بكر سبقني إليه. هذا الرجل صاحب هذا المكان، نقول يا أخي الله يوسع على الجميع ويغني الجميع، لكن هو أوقف هذا المكان للصلاة. فإحنا نقول يا أخي جزاك الله خير، نعاونك في الكهرباء، نعاونك في استعمال المياه، ما فيش مشكلة، الكل يتكاتف ويتعاون. وكل أسبوع سنعطيكم التقريرات كم جمعنا وكم. هذه شفافية ليس فيها ربح، وإنما فيها تسيير الأمور بدون إرهاق على أحد حتى يستمر. فمن أراد أن يساهم فله الجزاء عند الله، ومن لا يريد أن يساهم فبكلمة طيبة لا يخرج فيتكلم ويقول. هذا ليس من أخلاق المسلمين أيها الأحباب الكرام. المسلم دائما يا إما كلمة طيبة، يا إما فعل طيب، يا إما سكوته يكون صدقة، سكوته نفسه يكون فيه صدقة. فإني داع فأمنوا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واطلب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أصلح أحوالنا ويسر لنا أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أصلح أحوالنا وبارك لنا في أولادنا وزوجاتنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الفضل علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. تفضلوا تقدموا جزاكم الله خير. تقدموا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. When you believe, fear Allah enough and die in a state of Islam. The khutbah today speak about the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has chosen for mankind since the beginning of life, has chosen his religion. And the religion of Allah subhanahu wa ta'ala is one religion, which is the religion of Islam. The religion of Islam is the religion of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sent all his messengers. From the first messenger, alayhi salatu wasalam, Sayyiduna Nuh alayhi salatu wasalam, when he said, I was commanded to be a Muslim. And then Ibrahim alayhi salatu wasalam. In the Quran, Ibrahim alayhi salatu wasalam said, he asked Allah subhanahu wa ta'ala in his famous dua, Oh Allah, make us, the two of us, him and his son Ismail alayhi salam, Muslim to you, in total submission. Islam is submission to Allah subhanahu wa ta'ala. And Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala ordered him to convey the religion of Islam. And Allah subhanahu wa ta'ala said, and I have chosen Islam for you, for us and for the nation and for the Muslim before us. And Allah subhanahu wa ta'ala has honored mankind, or the descendant of Adam alayhi salatu wasalam, has honored them above all his other creation. First by commanding the angels to prostrate to Adam alayhi salatu wasalam. And Allah subhanahu wa ta'ala has made everything on this earth, all the animals and everything, under their authority. The second subject that the Imam has touched is the right of life.
and Islam view on the life of human being. Allah subhanahu wa ta'ala has gave sanity to life. He is the one who gives life and He is the one who takes life. We are not allowed to take the life of another human being. And there is ample evidence in Islam and in the Quran, in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, where Allah subhanahu wa ta'ala strictly point the sanity of human life. In the first ayah, Allah subhanahu wa ta'ala gave a stringent warning. Allah subhanahu wa ta'ala said, whoever kills a believer intentionally, Allah subhanahu wa ta'ala will be angry with him, will curse him, and he will be in the hellfire forever. And then in the farewell ceremony of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said to the Muslims that your blood and your money or your possession are forbidden. The blood of a Muslim, the property of a Muslim, the ard or the privacy of a Muslim are forbidden, area forbidden. You are not allowed to cross that boundary. Allah subhanahu wa ta'ala has given that to the Muslim. And then in another hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, do not return after me and become kuffar, killing each other. And in another hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says that a Muslim has still plenty of space as long as he does not Day of Judgment. A Muslim has plenty of space as long as he does not touch a blood of another Muslim. That means in the Day of Judgment, no matter what you've done, as long as you don't kill a Muslim or you don't kill a human being, you have plenty of space. And then in another hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever carry weapon against us, whoever carry weapons against us is not from us. Whoever carry a weapon against a Muslim is not from the Muslims. And in another hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the disappearance of life is easier to Allah subhanahu wa ta'ala than killing a believer. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in another hadith, whoever attacks the reputation of another Muslim or reveal the secret or reveal the things that are not revealed or say bad things about a Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala will reveal his secret on the Day of Judgment. Whoever destroys the reputation of another Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala will destroy his reputation. And whoever make it hard for a Muslim and spread rumors and spread division among the Muslims is not from the Muslim. In another hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, if two Muslims meet, if two Muslims fight each other with the sword and one kill another, both are going to go to the hellfire. Then the Sahaba, the companions, said to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, this is the killer. We know that he has done something to grant him going to the hellfire. What about the one who is being killed? Why is he going to go to the hellfire? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, because he intended to kill
the other one. It's only that he was not able, but his intention and his determination to kill the other one, and by his intention granted him the hellfire, though he has not done the crime. And then the Prophet ﷺ said, the slain or the killed person will come in the day of judgment, and his veins are dripping blood, saying, "Oh my God, ask this person why he killed me." Now, after that, the Imam went to the Islam, and Islam reputation is being destroyed, and is being painted with or associated with killing and violence and all of these things. And though Islam truly is a religion of tolerance, is a religion of forgiveness, Islam is a religion of it's not as it was portrayed. And now we look at our countries and we see bloodshed everywhere, killing everywhere. In every Muslim countries, the blood of a Muslim, or the blood in general, or the sanity of life is not being honored as Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has commanded us. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, if a man being granted if the man is being if the man is being by one Muslim or by the group of Muslims being given protection, and one man go and kill him, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he is not from me. He has nothing to do with me. Now, if a Muslim or an un-Muslim go to a Muslim country and be granted a visa, this means that all the Muslims should give that person in their land a protection, a sanity of his life, his possession, and his safe passage. And this agreement, even though it's done by one Muslim or one group of Muslim or representative of Muslim, no one has the right to attack that person on his life or on his possession or his safe passage. And the agreement of the Muslim is one. If one Muslim give an agreement or protection to a person, then this agreement is bound on all the rest of the Muslims. And whoever does that, Allah subhanahu wa ta'ala will curse him, will be angry with him, and he has prepared a severe punishment for him. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in another hadith, if a person is being given permission or agreement by a Muslim or a group of Muslims, and then another Muslim kill him, then that person will not see the smell of paradise. Even though you can smell paradise from far away as 40 years travel. And in this, including the visa, for example, in a Muslim country, if a Muslim country gave someone, whether he's Muslim or un-Muslim, whether he's kafir or un-kafir, if he's being given a visa to enter a Muslim country, no one has the right to attack that person in his blood or in his possession or in his safe passage. Because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that
the agreement of one Muslim is bound on the rest of Muslims. If one Muslim gave protection to one person, then the rest of the Muslims ought to respect that agreement. And they are bound by it, by Islamic law. And now, second to that, the khutbah concentrated on the first crime of killing. And the first crime is not instigated by shaitan. It was instigated by an evil soul. It was by jealousy. And it was by the first two sons of Adam alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala has commanded them to give a charity or qurban. And one of them was a farmer. The second was a shepherd. The shepherd chose one of his best sheep and he introduced it. And Allah subhanahu wa ta'ala accepted it from him. And the second one is a farmer. He chose the least or the less favorable of his crops, and he introduced it. So when it was accepted from the first one, the second one said to the first one, I'm going to kill you. Then the first one gave him the first lesson that Allah subhanahu wa ta'ala will accept only from those who fear him. Those who fear him. Inna Allah yataqabbalu min al-muttaqeen. So to give something to Allah subhanahu wa ta'ala, or for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, we ought to be muttaqeen, in a state of fear of Allah subhanahu wa ta'ala. And he said, second to his brother, if you raise your hand to kill me, I am not going to raise my hand to kill you, because I fear Allah. And second, he said to him, I want you to bear the responsibility of my soul, so you can go to the hellfire. That is why Allah subhanahu wa ta'ala, second to this ayah, said, therefore we make it bound on the Israelis, whoever killed a soul without corruption or without a soul, as if he killed the whole humanity, the killing of one soul for no justification. And what is the justification? In Islam, if someone kills someone, then the Muslim judge, he will go to the judge, the Islamic court, and then the Islamic court will decide in the circumstances. Therefore, in some cases, they will order the killing of a person for a person. Or if he spread corruption, and this one also bound by Islamic law and very strict, and it will be done in a fair and just way. So other than that, there is no way there is no permission for any human being to take a life of another human being. And rather moving